ما شاء الله بنطلع الخير كله من اللبن، القشطة والجبنة والسمنة والمرطة. ولو ما عندكش حصيرة هقولك ازاي تعملي الجبنة من غير حصيرة. نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا 5 كيلو من اللبن، لبن جاموسي من عند الفلاح هكمل الدسم. هو كيس نص كيلو، دول 5 كيلو. لو انت في مدينة ممكن تجيب من عند اللبان. الكمية بقى طبعا زي ما انت عاوزة. انا دفيت الحلة على البوتاجاز وولعت الفرن كده ايه يجي 10 دقايق يسخن، وبعد كده طفيته عشان احنا في الشتاء، عشان اللبن ايه ما يطولش يعني ايه على ما يروب. تمام، هفضهم في الحلة كده على طول. في حلة بقى ألمونيا، اي حلة ستانلس. عندك طواجن هي الفخار ديت، اي حاجة يعني ايه بتربيه فيها عادي. تمام، هفضيهم بقى وهسيبهم يومين كاملين لحد إيه ما يروبوا. يومين كاملين. هغطيهم بقى. طريقته سهلة خالص. يعني بجد اوفر بكتير من ان احنا نشتري الحاجات دي من بره، سعرها طبعا بيبقى غالي. دي بعد يومين كاملين. طبعا لما بيروب ايه بيبقى واضح. القشطه بتبقى متماسكه كده زي ما انت شايفاها. بيبقى ايه رايب من تحت، بتحط صابع كده من جنب الحله. بتلاقي انها ايه ختمت، ماهيش ايه سايب زي ما كنت مش حليب زي ما انت كنت حطاه. دي بعد يومين كاملين. ما تستعجليش عليه وتشيليه قبل من الوقت ده، عشان خاطر تلاقي القشطه ايه ما شاء الله ايه متماسكه والسمك بتاعها ما شاء الله حلو. وده طبعا بيرجع للبن اللي انت جايباه. بيكون لبن كامل الدسم. وجايباه مكان ايه طبعا ايه موثوق من عند الفلاحه. وطبعا بيكون ايه كامل الدسم وما شاء الله بتبقى الايه الوش بتاعه ايه بيبقى ايه ملان كده وايه وحلو. تمام. بس هو بقى طبعا بالمعلقه كده بالراحه، او بايدك لو انت حابه. ودي طبعا ايه معلقه كبيره، مش معلقه الاكل. وما شاء الله ال5 كيلو لبن مطلعين يعني كيلو الا ربع من القشطه. لو القشطه سابعة معاكي عن كده تحطها في التلاجة ساعتين. وبعد كده ايه تطلعي الحله تشيل القشطه من عليه. اما ما شاء الله لقيتها ماسكه زي ما انتوا شفتوا كده، فما حطهاش في التلاجة. ده اللبن رايب. دفيت الفرن برضو بعد ما شلت القشطه من عليه. يجي ساعه كده. سبته في الفرن يعني ايه بعد ما دفيته يجي 10 دقايق، حطيته في قلب طفيت عليه. وبعد ساعه طلعته بقى عشان احطه ايه في الايه الحصير. لو انت بقى ما عندكيش حصيره، بتحطيه في شاشه او شال تحطيه في قلب تحت منه مصفى. وتحت المصفى طبعا حله عشان ايه الخض اللي بينزل من قلب اللبن. ايه بتحط عليه بايه حاجه تقيله كده من على على الشال من فوق عشان ايه الشرش ينزل. وترش عليه ملح. بيقعد برضو ايه ليله كامله، يعني مثلا لو انت عاملاه من بالليل بتقطعي الجبنه الصبح. لو انت عاملاها الصبح بتقطعها بالليل. تمام. فطبعا ايه جايبه الحصيره ديت. وحاطه تحت منها الصينيه الكبيره ديت عشان ايه الشرش اللي هينزل. ما شاء الله الشرش ده طبعا ايه انا بحطه في التلاجة. في الفريزر بعمله بالمخبوزات. بيبقى حلو قوي. طبعا بحط ايه يعني دي مش كل الكميه بتاعه اللبن الرايب. بحط شويه بشويه كده وبعصر ايه بتك عليهم كده عشان ما يبقاش ايه تقيل على الحصيره، لان ايه في شرش بينزل كتير من اللبن. تمام. وطبعا الملح بقى زي ما انت عاوزه، انا حاطه معلقتين كبار من الملح. طبعا انت لو حابه مثلا تقللي كميه اللبن، عايزه تجيبي 2 كيلو تعمليهم براحتك. عايزه تجيبي كميه اكبر دي براحتك على حسب ما انت عاوزه. بيطلع بقى القشطه دي بحطها في التلاجة. بنعمل مثلا منها الفطير. او ممكن بحطها في الفريزر بجمع حبه حلوين كده عليها واروح عامله لهم سمنه. اللي هي الزبده البلدي، وبعد كده بنسيحها تبقى ايه بنعملها سمنه. فطبعا الحاجات دي اوفر بكتير من ان احنا نشتريها. بعصر بقى عليها زي ما انتوا شايفين كده. احنا بقى عندنا الكيلو الجبنه ب40 جنيه. والسمنه البلدي الكيلو ب150 وفي ب160. انا جايبه اللبن بالكيلو 18 جنيه. يعني اللبن جايبه 5 كيلو ب90 جنيه. يعني مش حق القشطه اللي هي طلعت من قلب اللبن. غير بقى ايه ما شاء الله الجبنه. دي بقى طبعا علات الحصيره إيه على الحنفيه بتاعه الحوض. لو انت عندك شباك فوق الحوض بتاع المطبخ بتعلقيه في الأكرة بتاعته. او في اي مكان بقى عندك. دي ما شاء الله بقى ايه يعني انا كنت عملتها بالليل، دي تاني يوم الصبح. ما شاء الله شايفين الجبنة عاملة زي الزبدة بالظبط. وما شاء الله الخرط كبيرة ما هي صغيرة. شايفين عاملة ازاي. وكمان انا حاطها في الطبق على بعضها، يا ما شاء الله ايه جبنة مقطعة جبنة كتير.
شايفين بتلمع وناعمة وحلوة أوي وجميلة ونضيفة، وطريقته سهلة خالص وأرخص بكتير طبعا من إن احنا نشتري الحاجات دي من بره. دي الجبنة اللي حطيتها على بعضها في الطبق، مش قطع يعني زي بعضها، مش جنب بعضها يعني أقصد. ديت بقى القشطة اللي طلعتها حاطة في التلاجة، وبقلبها ايه بإيدي كده زي ما انتوا شايفين. ايه بنعملها ايه سمنة. تمام. فلما اكون بقى بجمع بقى حبة على بعضهم كده بروح عاملاهم السمنة ديت بتبقى حلوة قوي. بحطها بقى في الفريزر، بطلع منها ايه ما بعوز يعني كده، بطلع منها الواحدة اروح مسيحاهم ويطلع منها بقى المرطة، بجد بتبقى حلوة قوي. وطبعا الخض بقى زي ما قلت لكم برضو نحطه في المعجنات والمخبوزات، بيبقى حلو قوي، بيخلي ريحة العيش والقرص الحاجات الجميلة ديت، فبنحطه بدل الايه بدل المية. شايفين جميل قوي الحاجات ديت، يعني بجد سبحان الله حلوة قوي ومغذية. يا ريت بقى تكتبوا لي بقى انتوا من انهي محافظة، وعندكم الاسعار زي عندنا كده ولا اغلى ولا ارخص. انا جايبه كيلو اللبن ب 18 جنيه، بس ما شاء الله عليه، اللي يعني شايفين الجبنة عاملة زي الزبدة، بجد طعمها حلو قوي. يا ريت بقى ما تنسيش ايه تشتركي في القناة، وتفعلي الجرس عشان يجيلك اشعار لاي فيديو بنزله، ويا ريت بقى طبعا فضلا منك ايه تعملي لايك للفيديو. طبعا القشطه ديت انا مش هعملها سمنه، هحطها في قلب الفريزر. لما اجيب مثلا ايه كام لبن تاني يعني كده، ايه يعني اجمع حبه حلوين وبعدين ايه اعملهم سمنه، وارش بقى شويه ملح كده ايه على الجبنه العسل دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا للمشاهده.